وزير الخارجية المغربي يعود من جديد لاختلاق الأكاذيب والمزاعم حول دعوة مزعومة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة المغرب. وكالة الأنباء الجزائرية تفضح مناورات بوريطة. تقول وكالة الأنباء الجزائرية إن دعوة العاهل المغربي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مناورة غير لائقة ابتكرها بوريطة، وأنه لم يجد أفضل من ابتكار دعوة للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة المغرب، وذلك بعد أن كان طبعا ذلك في الوقت بدل ضائع بعد أن كان الجانب المغربي قد أكد مشاركة الملك المغربي إذن في القمة العربية الماضية. تم تأكيد ذلك حتى للجامعة العربية. إذن وكالة الأنباء الجزائرية عرجت كذلك على الاستقبال الذي حظي به وزير الخارجية المغربي بوريطة عكس ما روج له من إشاعات. طبعا كان قد حظي بنفس المعاملة تماما التي استقبل بها جميع الوزراء وجميع القادة العرب الذين شاركوا في القمة العربية التي انعقدت في الجزائر. مركزية القضية الفلسطينية تقول وكالة الأنباء الجزائرية أرجو العودة إلى العرض الذي سبق. مركزية القضية الفلسطينية في قمة الجزائر يبدو أنها قد سببت إزعاجا كبيرا في المغرب. تقول وكالة الأنباء الجزائرية المغرب اختار التطبيع ضد شعب فلسطين خدمة لمخططات توسعية دنيئة. تقول وكالة الأنباء الجزائرية مناورة بوريطة محاولة للتطفل على قمة حاسمة وناجحة كما وصفها جميع المشاركين والمتابعين. تقول وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الخارجية المغربي قد انغمس في لعبته الصبيانية المفضلة لديه. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع طبعا كذلك في مواصلة لهذا العرض بوريطة حاول إقناع أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بوجود ممثل عن البوليزاريو ضمن المشاركين. الوزير بوريطة نفسه أدرك أن الفريق المرافق له كان قد ارتكب خطأ. دعونا مشاهدينا نربط الاتصال بالأستاذ إسماعيل خلف الله الخبير أو المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا بك أستاذ. مرحبا أستاذة وتحية لك وللسادة المشاهدين. وكالة الأنباء الجزائرية من جديد تفضح الأكاذيب المغربية. أستاذ خلف الله يبدو أنه قد فشلت كل محاولات إفشال القمة العربية أو تشويه هذه القمة قبل وخلال وبعد، وبذلك ذهب وزير الخارجية المغربي إلى الإدلاء بتصريحات مختلقة أكاذيب جديدة ردت عليها وكالة الأنباء الجزائرية. تفضل. بالفعل هذه الدعوة وهذه الكذب يضاف إلى سجل المهازل والهزائم التي مني بها النظام المخزن ومحاولته منذ البداية في التشويش على القمة العربية قمة الجزائر. محاولته أيضا عندما كان حاضرا ولاحظ الجميع لاحظ نظرائه من الوزراء الخارجية العرب كيف كان يتصرف تصرفات صبيانية هو والفريق الذي كان معه للأسف الشديد. يعني وهذا يحط من هذه الدبلوماسية التي أصبحت تمارس أعمال صبيانية تحاول التشويش. حاولت خلق مبررات هكذا ولكن باءت بالفشل. اليوم هذه الخبر الكاذب الذي حاول بوريطة عندما لم يجد ولا صحفي يستمع إليه ويستمع إلى تسويقه الكاذب وتزويره للحقائق وكذا، حاول تمرير هذه الأكذوبة المتمثلة في أن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تقدم له دعوة لزيارة المغرب، وهذا
كلها أكاذيب في أكاذيب. والصبيانية الأخرى التي مارسها المغرب أنه ذهب إلى تأكيد حضور العاهل المغربي، وحتى أنه طلب كما ذكرت وكالة الأنباء في بيانها أنه طلب فتح كذا سماح ل10 طائرات أو كذا وطاقم وكذا ومرافقين، وفي آخر لحظة يأتي يعني تكون الزيارة يتم لا يأتي العاهل المغربي ويأتي وزير الخارجية بوريطة محملا أو ذهب محملا بخيبات أمل وبهزائم. حقيقة كان يحاول أن يمرر ذلك الكذب، أو حن هذا الأفلام الكذب التي يسوقها نظام المخزن وإعلامه وأبواقه، فحاول ترسيم أو حاول أن يسوق هذه الأكاذيب أمام نظرائه وزراء الخارجية. للأسف كان من المفروض أن يكون في مستوى ذلك الاجتماع، تلك القمة التي كانت تناقش مستقبل العرب، كانت تناقش كيف تواجه الدول العربية المستجدات الحاصلة والمتغيرات الدولية. للأسف كان يلعب وكان يمارس ممارسات صبيانية، الواقع أنها كانت بالسلب على هذه الدبلوماسية. برأيك أستاذ إسماعيل خلف الله، ما الذي فعلا كان يزعج ولا زال يزعج الدبلوماسية المغربية ونظام المخزن المغربي في قمة الجزائر؟ هل هي القضية الفلسطينية، مركزية القضية الفلسطينية التي عنونت القمة العربية المنصرمة في الجزائر، مقابل اختيار الجانب المغربي التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض عربية؟ تفضل. بالفعل لأنه هو المخطط ومشروعه التوسعي الاحتلال الذي يمارسه مثل الكيان الصهيوني، فهو باع القضية برشوة وحاول يعني إدخال التطبيع، ليس التطبيع السياسي فقط، بل ذهب إلى قضية عقد اتفاقيات أمنية عريضة، ولمقابل الاعتراف بأن الصحراء الغربية أنها من تحت سيادة المغرب كذبا وبهتانا وزورا واحتلالا واستعمارا. هذا المخطط الذي وهذه الرشوة التي اشتراها، وهي في الحقيقة سراب، لأن هذه الرشوة جاءت عن طريق التغريدة صاحبها ذهب، وحسابه حتى حسابه قد تم إقفاله من طرف تويتر، وبالتالي بقت هذه الدبلوماسية تسير وتبيع الوهم للشعب المغربي بالدرجة الأولى، لأنه هذا التطبيع لم يحصد ولا سنتيم لحد الآن. هذا اليوم صندوق النقد الدولي يضيق على النظام المغربي وعلى اقتصاد المغرب، على دعم المواد وخاصة ما تعلق بمادة الغاز. الآن هذه حصائد هذه النوايا الخبيثة تجاه الجزائر، تجاه الشقيقة الجزائر. هذه الحيل وما كان يقلق النظام المغربي ومن ورائه الكيان الصهيوني هي أن قمة الجزائر كانت تسعى لإعادة القضية الفلسطينية إلى المركز، لأنها تم زحزحتها وتم تهميشها، ولكن القضية المركزية تعود بقوة إلى المركز. ولاحظنا كيف كان التسفيق على هذا المطلب الملح من الجزائر بالدرجة الأولى ومن الكثير من أعضاء جامعة الدول العربية الذين أجمعوا كلهم على أن القضية الفلسطينية تعود للمركز، وأن هذه القضية هي قضية كل الأمة العربية، هي مسار حقيقي يجب أن تبرم من خلاله تدور كل الاتفاقيات الدولية وخاصة ما تعلق بالكيان الصهيوني. هذه القضية هي أزعجت بطبيعة الحال النظام المغربي، لأنه راهن على إفشال وعلى إبعاد هذه القضية، لكن هذه القضية تعود بقوة. ليست القضية تعود فقط، بل توحد الصف الفلسطيني، هذا الصف الذي عملت عليه الأجندة الصهيونية
لتفرقته ولتشتيته ولجعله هذا التشتيت مبررا لبعض الدول العربية التي تخلت عن القضية الفلسطينية. طيب، انتصار آخر حققته الدبلوماسية الجزائرية أستاذ إسماعيل خلف الله تطرقت له وكالة الأنباء الجزائرية في مقالها، تقول إن الضغوطات وأسلوب التخويف الذي يمارسه السفير المغربي في نيويورك الذي كان يحاول عبثا الإيقاع بالوفود الأجنبية، كل ذلك قد باء بالفشل، وهو ما جعل الدبلوماسية الدولية تسجل هزيمة نكراء أخرى للمغرب. هنا في إشارة إلى فوز الجزائري، إعادة انتخاب المترشح الجزائري العربي جاك تا لعهدة ثانية على رأس اللجنة الدولية للخدمة المدنية أمام خصم مغربي بنتيجة كانت ساحقة. أستاذ إسماعيل خلف الله. بكل تأكيد هذا انتصار آخر للدبلوماسية الجزائرية على هذه الدبلوماسية التي أصبح يعني اهتمامها إلا ربط أو دس الدسائس ضد الجزائر. هذا التصويت العريض اللي تقريبا جاء ضعف ما تحصل عليه المرشح المغربي، يعني 121 صوتا مقابل 64 للمغربي، مقابل 65 صوت هكذا 64. نعم، هذا يؤكد على أن التوجه الدولي أن الجزائر أصبحت رقما مهما، وأن انتخابها في هذه المؤسسة الأممية يعني هو ناتج عن الثقة الدولية التي تعطيها والمؤسسات الدولية للجزائر ولدبلوماسية الجزائر، على عكس هذه الدبلوماسية الصبيانية التي أصبحت أضحوكة داخل هذه المؤسسات الدولية. اليوم العوض أن يفكر الدبلوماسية المغربية تفكر في إخراج أو يعني إيجاد حلول للشارع المغربي الذي يعاني من هذه الأزمات الاجتماعية المتعددة. ها هو الآن ما زال يبيع الوهم لهذا الشارع ولهذا الشعب والنتائج على أرض الواقع أن الدبلوماسية الجزائرية بكل يعني استحقاق تتحصل على ترشيح وعلى ثقة ثانية في هذه المؤسسة الأممية. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ إسماعيل خلف الله، كنت معنا عبر خدمة سكايب، نشكرك. شكرا لك. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الجزء من هذه الفترة الإخبارية المسائية. بعد قليل يلقاكم الزميل خالد تهامي في أخبار الرياضة. ألقاكم إن شاء الله عند 8:30. السلام عليكم.